ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. روتين بقى النهارده او فيديو النهارده، فيديو كده او روتين مش عادي، روتين كده من اول يومي لاخره. عايزه اقولك يعني مشجع ومحفز وهيديك باذن الله طاقه حلوه. فيلا بقى كده، لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. اول كده حاجه، اول ما صحيت من النوم فطرت الولاد عندي، والولاد كان عندهم درس بدري النهارده، محمد وروان والصغيرين شغلت لهم الست لولو بتاعتهم. وقلت بقى ايه، منجز كده يومي الاول قبل ما انزل عند حمايه تحت، عشان طبعا هعمل النهارده بقى محشي بتنجان ومحشي ورق عنب. فقلت بقى عايزه انجز اليوم من اوله كده واخلص عندي فوق، لان بقى لما بعمل محشي بدني يعني طول اليوم تحت. فقلت بقى اول حاجه كده عندي، روقت كده اوضه الاطفال عندي ترويقه على السريع، فتحت كده عندي الشبابيك، كان الجو حلو قوي. فقلت ده ايه، فتحت كده عندي بقى الشبابيك ورتبت كده بس عندي البطانيه والمفرش كده. طبعا دوت كنت عاملاه معاكم الروتين في الفيديو اللي فات. فطبعا كانت كل حاجه رايقه يعني، مش محتاجه مني على قد بس ايه تظبيطه خفيفه كده. دخلت بقى عندي طلعت كده اللهم صل على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طلعت عندي كده الهدوم اللي كانت عندي في الغساله، وبعدين رحت بقى حاطه هدوم. الغساله طبعا ما بتفصلش كده على طول، شيل حط شيل حط، يعني نشيل منها ونحط فيها. سامحوني بقى على صوت الدقدقه ده، بصوا بقى لي نص ساعه عايزه اعمل مونتاج للفيديو، مش عارفه ولا عارفه احط الفويس اوفر، بسبب ان في ناس عندنا هنا جيراننا بيشتغلوا عندهم في البيت. فسامحوني بقى على الصوت والدبدبه وبتاع الايس كريم عمال مشغل اغاني بره عشان الناس تطلع تشتري منه يعني وكده. فالله يكون في عوننا يا جدعان وربنا. هنا بقى حطيت دور في الغساله، وهبدا كده احط عندي المسحوق كده، ابدا اوزعه عندي كده على جميع الاماكن اللي في الدرج. وعملت بقى دوره كده غسيل، وهسيبها بقى ايه مع نفسها كده ايه تتغسل. دخلت برضو كده عندي على المطبخ، كان عندي بقى شويه كده كوبايات على شويه مواعين. طبعا دول بقى لهم يومين مش عارفه اغسلهم، لاني لو لاحظتوا اخر فيديو قلت لكم فيه ان عندي الصرف بتاع حوض الغسيل عندي مكتوم. فطبعا جبت بقى بوتاص، وايه كان عندي يعني كتمه في الصرف وكده، فجبت بوتاص. بصراحه البوتاص فرتك الدهون وفرتك كل حاجه. كل ما اشغل الحنفيه عندي كانت طبعا عشان الكتمه كانت الميه بترجع تاني وايه وتنزل لي تحت على السيراميك بتاع المطبخ، كانت بتبهدل لي الدنيا والسجاده وكده. فالمهم الحمد لله جوزي جاب بوتاص وعملها بقى ايه فرت، زي ما بقول لكم بوتاص تحفه، اي لاي كتمه او اي دهون في اي صرف في اي حاجه. بصراحه حلوه قوي يعني، وهو رخيص يعني بصراحه تحفه. هو عامل زي ميه النار كده، في ناس اصلا بتحط ميه النار دي، بس دي يعني البوتاص بقى ايه شامل منظفات تانية، معرفش يعني ايه التركيبه بتاعته بالظبط، بس هو برضو داخل التركيبه بتاعته ميه نار. فبس يعني لما سالنا خفنا يعني طبعا ان المواسير عشان بلاستيك وكده ان هي مثلا يجرالها حاجه، قالوا لا ما بضرش يعني المواسير وكده، هو بس على قد ان هو بيفرتك الدهون وبيسيح الدهون في الصرف وكده. فبصراحه وبعدين مش غالي يعني، جوزي جاب مش عارفه ب10 او ب20 جنيه، والراجل مديله كيسه قد كده، كيسه اللي هو اللهم صل على النبي البطاطس السايب. في طبعا منه بيبقى زي البودره كده، وفي منه سايب. فانت طبعا هاتي بقى اللي انت تحبيه لو انتوا حابين تجربوا او عندكم حاجه زي كده، او ما عندكمش خليكم برضو فاكرين لو حصل حاجه زي كده. يعني ايه البطاطس حلو جدا في الدهون وكده، بفرتك الدهون اللي في الصرف وكده. حبيت بقى ان انا اخلص الاول الشقه عندي قبل ما انزل، لان طبعا يوم المحشي دوت يعني ايه باخد معايا وقت شويه، فممكن افضل اليوم كله تحت، يعني ممكن اضلني لعند بعد العصر تحت. فقلت لا، حاولي بقى ايه تنجزي كده وتخلصي اللي وراكي تحت، بحيث ان انت لما تطلعي حتى لو كنت تعبانه همدانه كده ممكن ما تقدريش، فبحيث ان انت تكوني ايه مروقه الشقه ومظبطه ايه الدنيا. فعملت طبعا زي ما انتم شايفين كده. وانا طبعا كنت برضو يعني عامله اقصد مقوره البتنجان اللي انا هعمله. كنت جايبه 2 كيلو وكنت جايبه ربع ورق عنب. فطبعا كنت قورت البتنجان وحطيته عندي في كيسه في التلاجة، وعملت صلصه المحشي، بحيث ان انا الصبح يعني اللي هو بقى النهارده يعني قلت ان انا ايه اروق عندي الشقه وايه، وبحيث ان انا انزل بس اخرط الخضار واغسل الرز واقعد احشي واسلق ورق العنب، بس مش اكتر من كده، بحيث ان هو يسهل عليا بقيه اليوم يعني وكده. وطبعا ده كله انا مصوراه معاكم وهتشوفوه. خلصنا بقى هنا عندي المواعين،
برضه كده اديت الرخامة عندي مسحة ولمعتها كده بحاجة بسيطة كده بالملمع يعني وكده. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو عجبتِك القناة لفي فيها لفة كده واشتركي فيها إن شاء الله هتعجبِك، عشان بإذن الله هنبدأ كده ننزّل سلسلة فيديوهات كده حلوة عن التنضيف وعن الروتين وعن يعني بإذن الله حاطّاها فكرة في دماغي إن أنا عاوزة أقسّم لكم كده القناة مش تبقى مجرد كلّها روتينات عشوائية لأ، عايزة كده نعمل يعني في الأسبوع حتى لو فيديوهين عن تنضيف كذا، روتين عن كذا، يعني نخصصها كده لكذا حاجة، ما تبقاش كله عشوائي في بعضه. فإن شاء الله حاطة الفكرة في دماغي، فبإذن الله بس أنفذها، يعني أنا حاطة في دماغي بس مجرد التنفيذ. أنا بقى التنفيذ ده هيتنفذ إمتى مش عارفة، بس إن شاء الله ربنا ييسر كده الأمور ويسهل كده بإذن الله، وإيه ونبدأ كده ننزل بشوية حاجات كده بإذن الله هتفيدكم وهتعجبكم جدًا، وعن تجاربي أنا الشخصية في التنضيف والحاجات دي. فدعموني بس كده وشجعوني بلايك وكومنت حلو كده، وشكرًا للناس القليلة أوي اللي بتكتب لي تعليقات بسيطة بس بتفرحني والله، فشكرًا أوي ليكم وباحبكم جدًا والله. حتى اللي مش بيكتب لي تعليق برضه باحبه، اللي هو بيتفرج عليَّ من ورا ال من ورا الشاشة. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده عندي المطبخ. انا يعني بص عملت حاجات خفيفه كده بسيطه مش تنظيفات عميقه، بس برضو روقت لي عندي المطبخ وخليته كده ايه فل الفل. نزلت بقى عندي حمايه تحت زي ما قلت لكم، انا مقوره البتنجان وعامله سلطه المحشي على قد اللي انا سلقت عندي ورق العنب. ده طبعا ورق عنب غسلته طبعا الاول، وبعدين عندي كده في ميه بتغلي حطيت عليها رشه من الملح وشويه من الزيت بس كده. وممكن في ناس بتحب تضيف عصير ليمون بس انا ما ضفتش، لان انا ما بحبش ورق العنب يكون مزز قوي، يعني المزازه اللي فيه قوي دي ما بحبهاش. فباحبه بس مش يكون مزز بطريقة، يعني لإن في ناس يعني أنا أكلته عند كذا حد بالاقيه مزز بطريقة أنا مش عارفة أبلعها، وهُم بيحبوه كده، فطبعًا كل واحد وطريقته يعني. المهم يعني دوبك تغطسيه كده عندِك في المَيّة، يا دوبك بس يغيّر اللون بتاعه وتبدئي تطلّعيه عشان ما يتهريش منِّك. بس هو ده ورق العنب أسهل، بيتهيأ لي أسهل حاجة في المحاشي، ما بياخدش سلق ولا بياخد تقوير ولا أي حاجة، الحمد لله ما بيتقورش، الحمد لله. بس كده خلصنا بقى كده عندي ورق العنب، وهنبدأ بقى نخش كده عندي على البتنجان. عندي طبعًا كنت حاطاه عندي من امبارح في التلاجة، طلعته طبعًا كده على قد اللي أنا أدّي له غسلة كده، أغسله طبعًا من جوّه ومن برّه. طبعًا في ناس بتشوّحه، يعني ممكن بعد ما تغسليه تشوّحيه كده بمعلقة سمنة بلدي أو بزيت اللي أنتِ تحبيه. بس بصراحة يعني أنا عملت الطريقة دي قبل مرّة عملتها أقصد مرّة ما عجبتنيش. ال ال عندي البتنجان بيلزق كده في بعضه وبيبقى مقرف شوية بقى إيه كل شوية تفضلي تفتحيه عشان تدخّلي في الرز، فالطريقة ما عجبتنيش وما حسيتهاش بعد ما استوى ادّتني النتيجة اللي هي الperfect، يعني إيه غيّر في طعم البتنجان حاجة لأ، حسيتها إن هي طريقة عادية. أنتِ ممكن لو أنتِ حابة تشوّحيه ممكن بعد ما يستوي معاكِ تدخّليه الفرن، دي بقى اللي أنا جرّبته وبصراحة بيدّي بُصّوا إنِّك أنتِ تدخّليه الفرن كده يتشمّع معاكِ كده أو ياخد حاجة خفيفة كده، بيخلّي طعم البتنجان في حتّة تانية أو أي نوع محشي عندِك. دي اللي أنا مجرّباها حلوة، أو ممكن تقليه عندِك في الزيت، بس الأحسن والأفضل إنِّك أنتِ إيه، زي ما قُلت لِك تدخّليه عندِك الفرن. أي نوع محشي بيفرق جدًا حتّة إن أنتِ تسيبيه 3، 4 دقايق كده في الفرن عندِك بيغيّر طعم المحشي وبيخلّيه حلو أوي. طبعًا عملت الخلطة معاكم، غسلت طبعًا الرز، ونزلت عندي كده ب3 فصوص من التوم المهروس، ونزلت طبعًا بالبهارات اللي أنتِ تحبيها. أنا نزلت عندي بكمون وفلفل أسمر وملح وكزبرة وإيه تاني اللهم و7 بهارات وشطة. ضيفي طبعًا البهارات اللي أنتِ تحبيها بس ما تكتريش على قد ما تقدري، بحيث إن أنتِ تحتفظي أو تستطعمي النكهات اللي أنتِ نكهة المحشي، لإن طبعًا أمّا بتكتري بهارات أوي ممكن تحسي إن هي بتغيّر طعم الحاجة، فطبعًا ده يرجع لِك أنتِ، حابة كده، حابة مش حابة، براحتك. طبعًا أنا صورت كده معاكم كده الأول وأنا باحشي كده حوالي 6، 7 صوابع كده، النور بقى قطع عليَّ هنا، فأنا طبعًا كمّلت بقى إيه، عندي المحشي وبرضه حشيت الورق العنب. طبعًا هنا النور كان قاطع، أنا كنت قاعدة كشّاف الموبايل. طبعًا سقيت عندي كده المحشي كده بالشوربة زي ما أنتم طبعًا شايفين كده، وركنته كده على جنب، وهابدأ برضه أسقي كده عندي ورق العنب. طبعًا الشوربة كانت دسمة، أنا باحب أسقي ورق العنب الشوربة بتاعته تكون دسمة، تكون يعني بشوربة بط، بشوربة لحم ضاني، يا سلام، يا سلام لو لحم ضاني. طبعًا بقى عقبال ما المحشي كده عندي يستوي، دخلت كده عندي بقى على المواعين اللي ما بتخلصش حرفيًا، بس هنعمل إيه سُنّة الحياة. عندي لمّا ربنا يأذن كده يوعدنا أبقى أجيب لي بقى إيه غسالة كده يا جماعة، مع إني نفسي أجيبها، بس اللي مكسلني زي ما قُلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده إن أنا عندي أغلبية الحلل عندي ألمونيا،
وانا سمعت كذا حد قال لي الغساله اللي هي بتاعه الاطباق ما مش حلوه في غسيل الالومنيا، بتغمق الحلل وكده. فمش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط، بس انا سمعتها من كذا حد. بس ما سرش يعني ما سرشتش قصدي ما بحثتش وما عملتش سيرش يعني ان المعلومه دي صحيحه ولا لا. يعني ما اتاكدتش منها، انا سمعت كذا حد بيقول كده، بس الله اعلم ان كانت حقيقه والله اعلم ما كانتش حقيقه. بس برضو ان شاء الله انا حاطه في الخطه الجايه باذن الله ان انا اجيب غساله اطباق، ولو جبتها وجربت فيها الحلل الالومنيا وطلعت يعني مش حلوه وكده في التنظيف بتاعها، فباذن الله هروح جايبه بقى طقم ستانلس كده، حلل ستانلس، على بحيث ان هو ايه يعني يسهل عليا الامور. واللي عنده معلومه عن حلل الالومنيا في الغساله، يعني هل فعلا هي الكلام ده صحيح ولا كلام اي كلام، اكتب لي في التعليق تحت بحيث ان انا ايه اعرف برضو وكده. زي ما قلت لكم انا عندي برضو حلل الالومنيا فوق كتير، وعندي حماتي برضو الله يرحمها حلل كتير. بما اني ذكرت حماتي ادعوا لها بالرحمه، ربنا يا رب يرحمها هي وجميع موتانا اللهم امين. وما ننساش نقرا لهم الفاتحه. هقرا الفاتحه وارجع. ولا الضالين امين. لما تيجوا تقروا الفاتحه اقروها بنيه اللي هي لجميع الموتانا، يعني مش بنيه لحد بس، لا، بحيث ان هي توصل جميع موتانا اللهم امين، ويجعلها في ميزان حسناتكم صدقه. هنا بقى كنت خلاص بشطب عندي كده بقى في المواعين، وبعد بقى ما خلصت المحشي عندي واستوى قلت بقى هعمل جنبه ايه. انا طبعا زي ما حكي لكم ان انا حمايه عندي لازم اعمل حاجه بعيش، يعني هو اصلا مش اكيل رز كتير، فطبعا لازم اعمل حاجه بعيش. فعملت ايه، قليت بطاطس عندي وعملت كبده بط. كان عندي طبعا من حوالي كده يومين كنت ذابحه بط، عندي 3 بطات، فخدت طبعا الكبد والقلوب بتاعتهم وعملتهم كده ايه كبده اسكندراني، بصل وتوم وفلفل وشويه بقى بهارات كده بقى، والحاجات اللي انا عاملاها معاكم قبل كده دي. قالت طبعا عندي هنا البطاطس. صحيح في حد سألني على البطاطس، يعني بتطلع معاكي كريسبي كده ومتحمره ومعاني الزيت قليل بتعملي فيها ايه؟ والله ما بعمل فيها اي حاجه غير ان انا بجيب نوع بطاطس كويس. هاتي نوع بطاطس كويس هيديكي نتيجه كويسه، بس ده اللي انا اعرفه، مش بالزيت الكتير ولا كده. وكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك، ومع السلامه.